السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل النهاردة معاكم سمك ماكريل وشوربة سي فود. بصوا بجد والله العظيم الطريقة خيال، يعني هو الحاجات يعني سهلة، بس هتعملوها بالطريقة دي تحفة 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 ان شاء الله. تجربوا الطريقة دي وهتعجبكم جدا. معايا سمك ماكريل او معرفش بيقولوا عليه روسي، حسب السمك اللي انتوا شايفينه ده. التتبيلة دي يعتبر انا معتمداها. انا لو مثلا هعمل السمك في نفس اليوم بحط عليه ليمون، لكن لو هحطه في الفريزر صراحة مش بحط فيه ليمون عشان بيمرر السمك. تمام. فدي السمك انا طبعا كنت عامله في نفس اليوم. معايا توم، معايا توابل سمك. انتوا لو مش عندكم، انا كنتش انا اول مره احطها بصراحه، فانتوا لو مش عندكم تمام، لو عندكم حطوها. وعلى فكره هي طبعا رخيصه، انتوا ممكن تروحوا العطار تشتري ب5 جنيه ب10 جنيه على حسب ما انت حابه. زي ما قلت لكم معايا توم، حبة توم حلوين كده، ومعايا توابل سمك، ومعايا كمون، وحتى طبعا ملح وليمون وكزبرة، ولو حابين تحطوا شطة تمام. هي دي التوابل اللي انا بحطها. تمام. وهنتبل طبعا السمك، ويستحسن طبعا لو انت مثلا تعمليه من بدري وعشان تخليه يتبل شوية. وهو السمك ده عايزة اقولك ان انا طبعا مش هجليه. انتوا لو ممكن بعد الخطوة دي بعد ما تتبلوه يعني تروح حاطينه في دقيق وتجلوه. تمام، على حسب يعني انتوا بتحبوه ازاي، بس انا هعمله صينية واحطه في الفرن. وبصوا والله هتاكلوا شوية سمك ان شاء الله يعني. بجد مش هتاكلوا سمك زي السمك ده. والشوربة السي فود لو جربتوها وحياة ربنا يعني مش عايزة اقول لكم الشوربة دي هتعجبكم ازاي. طبعا انا تبلت السمك وما اشوف يعني لو في اي واحده مش متبلاه وكده. دي الشرب السي فود طبعا طبق كده ما يبقى جاهز. وعلى فكره هو مش غالي، هو الطبق رخيص. تمام. في كل المكونات بتاعت الشوربه، وطبعا هو مغسول ومتنضف. آه، فانا كنت بشوف هو متنضف ولا لا. تمام. فهو طلع كويس، بس انا شطفته عشان بصراحه معاكم، شطفته بشويه ميه بس، يعني هما شويه ميه كده، ورحت قلت اشطف عشان زياده تاكيد. تمام. هعمل الشوربه، انا تبلت السمك وقلت اركن على جنب، وبعد كده اعمل الشوربه، وبعد كده ارجع للسمك تاني. تمام. دي معايا قطعه سمنه بلدي حلوه، ولازم سمنه بلدي يا جماعه عشان بجد هي دي اللي هتظبط معاكم الطعم. وطبعا لازم نحط معاها حبه زيت شويه صغيرين، معلقه زيت كده يعني ولا حاجه، عشان ايه؟ السمنة ما تتحرقش والدنيا دي تبقى تمام. حطيت السمنة، ودي طبعا بدأت انزل بقطع اللي هو السمك الفيليه. دي قطع سمك فيليه. تمام. ما ناخد مثلا الحاجات اللي هتاخد وقت في الاول، واديهم تشويحة، وبعد كده انزل بباقي الحاجات. طبعا عايزه اقول لك والله حرفيا ان الشوربه دي مش اما تاخد، يعني اقول لكم كام 5 دقايق، ما اظنش هتاخد ال5 دقايق من اول ما تبداي فيها لحد ما تخلصيها، مش هتاخد ال5 دقايق. والله بجد انا من اكتر الشرب اللي استمتعت وانا باكلها في حياتي. لو قعدت اوصف لكم من هنا لامتى مش هتتخيلوا طعمها عامل ازاي. فانا نزلت زي ما قلت لكم بالفيليه، وبعد كده باجي ال الطبق اللي هو الشوربة يعني، وبعدين نزلت عليه معلقة توم، وعليها تتبيلة السمك من اللي أنا كنت وريتها لكم. تمام، اللي أنا شفتها معايا في أول فيديو. طبعا تقليبة، بصوا ادام خد اللون ده كده خلاص احنا دخلنا في السوا. اول الشوربة دي ماكلكم حرفيا يا دوبك ما تحطوها تقليبة بس هتلاقوها خدت اللون. وبعد كده حطيت عليها معلقة دقيق، وبرضه ما قلبوا فيها كده وخلاص. هاخد كبشة لبن من دي، وهنزود عليها مية، وكده خلاص احنا وهنزود عليها بقى كبشتين مية زي ما قلت لكم. كده خلاص الشوربة بقت هتغلي معانا غلوتين، غلوتين بس، وبعد كده نطفي عليها. انا معاكي احلى شوربة سي فود هتشربوها في حياتكم، والله العظيم بجد خطيرة. انا اول اصلا ما شفتها يعني، انا وانا بسجل لكم دلوقتي عايزه اقول لكم ان انا نفسي
ان انا نفسي راحت له كده. تمام. بصوا خلاص، انا زودت لها كبشة المية على كبشة اللبن، وخلاص كده هنغطيها. بص انا وريتكم انا كده خلاص، كنت طفيت عليها اصلا، كنت لسه طافية عليها، خدت غلوة واحدة طفيت عليها. رجعت للسمك تاني. بس دوبك انا هحط دي تحت السمك. معاكي شوية فلفل، بصل، بطاطس، جزر، اي خضار انت حباه حطي. والله بجد بص، انت اصلا هتاكله من البطاطس دي والحاجات دي احسن يعني. بص طعمها تحفة، هتعجبكم جو. وطبعا عاملين معلقة توم بتوابل برضو ونحطها عليها، يعني تبقى نفس التتبيلة بتاعة السمك، نفس التتبيلة بتاعة البطاطس والخضار ده. وطبعا لو حابين تزودوا شوية ملح تمام، وهتحط عليها السمك. بصوا بقى يا جماعة، يا ربي على الجمال. وطبعا طماطم، هنحط طماطم، شوية طماطم حلوين كده، دي آخر شوية. نقلبهم كده مع بعض عشان ايه، كله يوصل لشوية من التتبيلة وكده. عايزة اقولك والله بجد التتبيلة دي ولا في افتكاسة ولا في اي حاجة، هما شوية توم على شوية ملح وتوابل السمك والكمون والكزبرة، والدنيا تمام. وحطيت طبعا شوية زيت. بصوا، ونرص السمك. بجد يا جماعة تاكلوا شوية سمك، أكلة السمك هتعجبهم الطريقة دي. طبعا معانا شوية صلصة كده، أنا هزودهم بشوية مية، هي كانت صلصة تقيلة شوية فأنا زودتها كده كده. عايزين شوية مية عشان يبقى في صوص كده في السمك يعني. طبعا اللي وصل لحد هنا منساش يعمل لايك واشتراك وتكتب لي كومنت حلو طبعا، فضلا وليس أمرا. وشكرا طبعا على كل الناس اللي بتخش تشوف الفيديوهات بتاعتي تتابعني. بجد بشكركم من كل قلبي، ربنا يبارك فيكم ويخليكم ليا. بعد ما استوى بس كده الفيديو خلاص، سلام.